تشهد محافظة الأنبار توقفا لعدد كبير من المشاريع الخدمية خلال الأشهر الأخيرة نتيجة عدم إقرار الموازنة وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة. هذا الواقع دفع المواطنين إلى رفع أصواتهم للمطالبة بحلول عاجلة تعيد الحياة إلى مشاريع الماء، الطرق، المدارس والصحة التي تشكل شريانا أساسيا لحياتهم اليومية. اكثر المشاريع مدينه الفلوجه متوقفه. الموازنه تروح عليه تقول له استاذ ليش ما كملت هذا المشروع؟ يقول لك والله موازنه ماكو، الدوله ما قاعد تنطي للمحافظه موازنه على مدن قوموا بهذا المشروع. فنرجو من السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس محمد الحلبوسي وكل السياسيين الذين فازوا بهذه الانتخابات ان يقوموا باسراع الحكومه باسرع وقت ممكن. اسراع بتشكيل الحكومه الجديده، وذلك لتمشيه امور المواطن. بالحقيقه المواطن محتاج هواي امور. هاي التوقفات راح تعكر مشيه هاي المعاملات والامور، فنتمنى التسريع تشكيل الحكومه حتى تنقلنا من مرحله الى مرحله. يحذر باحثون ومراقبون للشأن المحلي من أن استمرار الخلافات السياسية وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة يلقي بظلاله الثقيلة على الواقع الاقتصادي في الأنبار، فتعطيل المشاريع أدى إلى زيادة معدلات البطالة وتراجع الفرص الاستثمارية وتأخر صرف رواتب شريحة واسعة من ذوي الشهداء والجرحى، إضافة إلى تجميد ملف تعويض المنازل المهدمة منذ أكثر من 9 أعوام. نطالب الجهات السياسية والفائزين أن يشكلوا الحكومة، تشكيل الحكومة بأسرع وقت وترك التشنجات والخلافات. فنطمح من عندهم إن شاء الله بإذن الله أنه يشكلون الحكومة بأسرع وقت، لأن هذا مطلب الشارع الآن في هذا الوقت. بين مشاريع متوقفة وميزانية مؤجلة وحياة يومية أثقلتها الأزمات، يبقى الشارع الأنباري بانتظار حكومة قادرة على تحويل الوعود إلى واقع وإعادة الأمل إلى محافظة ما زالت تبحث عن استقرار تنموي طال انتظاره. من الأنبار، أحمد الحمداني، قناة الرابعة.